ايه الاخبار يا صديقي؟ النهارده حصل معايا موقف ان عداد الحرارة رفع للاخر، وبشغل السخن بتاع العربية على اعلى حاجة والهوا من بره وكل حاجة، مفيش اي هوا سخن جايلي من جوه. فطبعا شكيت اول حاجة ان ترموستات الكوع قفشت، هي دي، ولسه مغيرينها من شهر تقريبا وليها فيديو كامل نازل على اليوتيوب تقدر ترجع له. المهم شكيت ان الترموستات هي السبب، ولقيت المية بالشكل ده، طبعا قليلة جدا. ماشي. ولقيت صوت تنفيس عالي جاي من هنا، وطبعا بما ان المية خضرا وهنا في مية خضرا فهنعرف المشكلة دلوقتي. بس هقول لك على كل اللي حصل معايا عشان يبقى الموضوع واضح معاك. اول حاجة بعد ما شغلت السخن وما لقيتش السخن شغال، نزلت حطيت ايدي من الجزء ده. ماشي، زي ما انت شايف الجزء ده هو السخن بتاع الرادياتير، والجزء ده هو الساع، وده خرطوم السخن، واللي هنا ده خرطوم الساع. المهم هنا يا دوب سخونية خفيفة جدا، وهنا حطيت ايدي كانت الهواء اللي طالع ساقع، وساقع جدا بدرجة حرارة الجو. فعلشان كده شكيت ان بنسبة كبيرة فعلا هي الترموستات قفشت وهي سبب في الموضوع ده. بس لما لقيت القربة كده وبعدها لقيت المية طالعة من هنا، فعرفت ان المية كانت قليلة جدا في العربية لدرجة انها مش راضية تفتح الترموستات وتخلي المية تطلع للرادياتير يبرد. فدلوقتي هكلمك عن الموضوع ده باستفاضة اكتر، وهنعرف ازاي نحل المشكلة دي خطوة بخطوة. تابعني للآخر. طبعا الحاجات اللي احنا هنحتاجها، عشان اول حاجة هنفك العمة وهي لقمة 10، وهتفك بيها زي ما انت شايف بالظبط. والمسامير الاوريجينال بتاعت العربية هي المسامير التمانية، هتجيب لقمة 8. تمام، هي دي الاوريجينال بتاعت عمة الهواء. وادي عمة الهواء نشيلها على جنب كده. يبقى احنا اهم نقطة عندنا هي دي، ودي هنوصل لها بمنتهى السهولة. كل اللي محتاجينه كلابة لو انت عندك الاوريجينال، ماشي، او مفتاح 8 لو انت عندك قفيس حديد زي ده، وساعات بيجي بصليبة او عادة. في جميع الحالات سهلة. هنفك الاول اللي احنا حاسين ان فيه المشكلة، وانا عندي هو ده اللي انا حاسس ان فيه المشكلة. وهنجيب المفتاح، معلش بقى يا صديقي ان الصورة جودتها وحشة، ولكن للأسف انا مش محضر للموضوع ده نهائي، وجه مفاجأة فحبيت اشارككم بيه. المهم هنبتدي بقى نفك خرطوم خرطوم. انا بقى شاكك ان الحتة دي حصل فيها قطع، فدي هنحاول نعرفها. طبعا انا مش عارف هتظهر لك ولا لا، بس لو حطينا ده هنا اقول لك. شايف انت النقطة دي؟ شايف الشق ده؟ للأسف
السخن بتاع العربية هو اللي ضرب. بص بقى يا صديقي، انا طلعت واتبهدلت والساعة دلوقتي 12 داخلة على واحدة. رحت اشتريت لمبة الحمد لله عشان نظبط الإضاءة شوية لأن اللمبة القديمة اتحرقت، ولقيت الحل في دي. أول حاجة أنا عملتها علشان أقيس القطر الداخلي للماسورة قسته بدي. دي 21 ملي ودي 20 ملي، فأكيد هتدخل مرتاح. تقدر تجربها كده وتحطها. تمام. فأنا لقيت إن كده تمام. دي كلفتني بقى كام؟ كلفتني 25 جنيه كماسورة وكوعين. اللحام بتاعهم كلفني 25 جنيه برضو، فتوتال 50 جنيه. واللمبة دي كلفتني 60 جنيه بس مش مهم. المهم، احنا دلوقتي المشكلة زي ما قلت لك في الماسورة. الماسورة نفسها دي اتشقت، اتاكلت من هنا او اتخرمت بسبب الاحتكاك في الحديد تحتها او حاجة، مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. وهنحل الموضوع ده وكده. عايزك تبقى متأكد ان شهر 5 اللي جاي عندنا فيديو عن فك التابلو بتاع العربية، وهنغير السخن ونكشف على السربنتينة الداخلية. ماشي. عشان نعرف لو فيها اي مشاكل او اي حاجة. فشهر 5 الجاي انتظروني وانا بفك لكم التابلو كله وفكيته 3 مرات قبل كده صدقني. المهم دلوقتي هنركب دي مكان دول، وهنحاول ان احنا نقفل دي باي حاجه بحيث انها ما تبص من جوه. فهنعمل كده اهو. طبعا انت لو معاك عربيه لوجان فانت فرحان جدا بالفيديو ده. اول حاجه انت عرفت ايه المقاس اللي هتجيبه. ده 3/4 او ال 20 مللي ماسوره 20 مللي، ال 25 مش هتدخل فيها. ماشي. وهوريك بتركبه ازاي، والمقاسات بتاعه الماسوره نفسها هقولها لك برضو عشان تبقى عارفها. كل حاجه هتبقى عارفها في الفيديو ده عن ازاي تلغي السخن في العربيه. ماشي. وبعتذر جدا عن الاضاءه قبل التصوير، بجد غصب عني ما كانش فيه اضاءه كويسه واللمبه كانت محروقه. كده وكده انا ما كنتش مخطط للموضوع ده. فالمهم هنعمل كده اهو. نطلع الاول ده. وطبعا قبل ما نغير انا عايزك تبقى شايف الماسوره دي وهي متاكله. فكده او كده كان السخن ده اصلا كان هيتغير بس في شهر 5، بس جه وقته قبلها الحمد لله. اول حاجه مش عايزين ننسى، احنا مش شاريين كروهات محمله الواحد ب 15 جنيه. هنحطه كده. احنا ركبنا اول واحده والحمد لله. هنربط اول كوليه. انا عايز اقول لك انها مش محتاجه الاتنين، ولكن ده عشان يبقى ضغط ثابت ده متحرك، لان الجزء الخارجي بيتحرك بيتمدد وينكمش عشان ده خرطوم في الاول او في الاخر. فدي بتاخد وتدي معاه. خلي بالك من حاجه زي دي، ده قطع في الخرطوم نفسه. هنعالجه المره الجايه بقى في شهر 5. بس انا مش هركب الكوليه ده لانه كوليه وحش. طبعا احنا مركبين الخرطوم ماشي زي ما انت شايف على حته كبيره قوي من الماسوره، لسبب واحد ان اقل نسبه تبقى عندنا لو يحصل تسريب ما تبقاش من ناحيه الخراطيم او الكوليهات.
طبعا دلوقتي بعد ما شفت معايا خطوات التركيب وخطوات الفك كانت عاملة ازاي، هنبتدي بقى ناخد الهواء من دورة المية ونظبط الدنيا. طبعا نصيحة، لو انت عندك دي سليمة مفيهاش اي مشكلة، او يدوب خرم او حاجة لما تطلع ممكن تروح تلحمها، مفيش اي مشكلة في الموضوع ده، بتتلحم ألمونيا. ولكن انا هغيرها كلها لان هي فيها صدى شديد، وتقريبا هي دي كانت سبب التسريب المية عندي في العربية. وعلشان ما اطولش عليك الفيديو، فركبت انا مسامير العمة وفاضل مسمار واحد. كده يبقى اخر مسمار ركب. انا للاسف مش هلاقي حد دلوقتي اشتري منه ميه العربيه، فهملاها ميه عاديه او معدنيه، مش هتفرق قوي. ودلوقتي هندور. هنفك المسمار بتاع الهواء. بما اننا لقينا طالع منه ميه، فاحنا كده خدنا الهواء بتاع العربيه. هنسيبها دايره شويه، الترموستات تشتغل، ولو عايزه نزودها ميه هنزودها. لو تمام يبقى خلاص على كده. طبعا اهم حاجه هنخلي عينينا على الكوع اللي لسه مركبينها، تمام، ونتاكد ان كل حاجه سليمه وانها مستحمله السخونيه بتاعه الموتور. هنفضل سايبين العربيه شغاله لحد ما المراوح تشتغل. بكره باذن الله هغير ميه العربيه، وهعمل لكم فيديو كامل عن ازاي تفضي الميه القديمه كلها وتحط ميه جديده. طبعا دور الاسفنجة هنا مش بس انها تمنع الاحتكاك ما بينها وما بين الدهان العربية، ولكن لو في اي تسريب هيبقى باين اكتر على الاسفنجة وهتبقى مبلولة. وطبعا يا صديقي بعد 10 دقايق العربية دايرة لحد دلوقتي، الكوع اللي احنا عاملينها تمام ما فيهاش اي تسريب، وهوريها لك برضو بعد ما المراوح تشتغل. وكده احنا مستنيين المراوح تشتغل. خلينا نستغل الوقت ده بان انا اقول لك ايه اللي حصل. الكوع دي سربت، طبعا انا ما كنتش عارف هي دي السخن بتاع العربية نفسه، فانا لقيت الحرارة عالية، فبالتالي شغلت السخن بتاع الكابينة جوه، تمام. وللأسف ما لقيتش اي حرارة، فحطيت ايدي عند الرادياتير. الجزء اللي هنا كان سخن حاجة بسيطة، والجزء اللي هنا كان بارد. فاول حاجة شكيت فيها وهي ان ترموستات الكوع هي اللي باظت. فطبعا قلت هي لسه جديده ولسه مغيرينها من شهر وعاملين عليها فيديو، ويمكن اقل من شهر كمان. دخلت قعدت ابص على الموضوع، قعدت ابص على العربيه هل في تسريب ميه تحتيها ولا لا.
لقيت ان في تسريب ميه من هنا، وزي ما صورت لكم بالظبط في شرخ بسبب احتكاك الحديد بتاع الكابينه فيها هي. وكده كده هي اساسا مصديه زي ما شفتوا وغيرناها، وهنغيرها في شهر 5 اللي جاي. رحنا عملنا القطعة دي، مكلفتنا 50 جنيه بمصنعية لحامها، وجبنا الإفزان بتاعة المية اللي هي الاتنين دول، الواحد ب15 جنيه، فيعتبر الموضوع ككل مكلفناش ما يقارب 100 جنيه. أو عملتها أنت بنفسك، ولو أنت مثلا في مشوار أو الموضوع ده حصل معاك فأنت لميت الدنيا وبقيت ماشي بعربيتك بأقل من 100 جنيه، الموضوع سهل جدا. طبعا علامة كويسة جدا إن المراوح لسه ما اشتغلتش، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. ده ده معناه ان دورة المية الحمد لله تمام، والتبريد بتاع العربية كويس جدا. اسمع معايا صوت المروحة وهي شغالة. طبعا المروحة شغالة، الجنبين هنا سخن جدا وهنا الى حد ما دافي شوية، ودي علامة كويسة ان احنا خدنا الهواء من دورة المية بتاعة العربية، وكده المروحة فصلت. كده احنا امورنا في التمام. هنفصل العربية ونسيبها لحد ما تبرد تماما، انا في حالتي هسيبها ساعتين او 3 بالكتير، وبعدها هاجي ابص على الميه، طبيعي الاقي ان الميه نقصت، مفيش اي مشكله، وهضطر ان انا ازودها. وبما ان معانا الميه او شويه ميه باقيين هنزودها، لو احتاجت ميه تاني هتجيب ميه تاني. واستاذنك تكون ميه مخصصه للعربيه، انا بكره هعمل لكم فيديو كامل عن تغيير ميه العربيه. وطبعا بعد ما رجعت ب3 ساعات مستوى الميه زي ما هو، ده معناه ان احنا خدنا الهواء بتاع الدوره صح وكل حاجه تمام. يربط الميه، ودي كده يربط الميه بعد ما مشينا 50 كيلو.